ميتنج هيكون الأربع الجاي، اجتماع السينيورز الأربع الجاي نوفمبر 12 يوم الأربع بعد القداس. والنهارده الساعة 2 في الحفلة اللي مجدي دوس مسؤول عنها، العائلات اللي ادت له الصور خلال فترات معينة مختلفة وفي تاريخ حياتها وأولادها، في مجدي عامل تجمع لطيف النهارده الساعة 2 بإذن الله من 2 ل 4. في إعلان كمان الchildren first Bible اللي عنده أولاد صغيرين موجود تحت في المكتبة، يا ريت ياخدوا لأولاده. النهارده يعتبر الحد الخامس في الشهر القبطي، كل مرة بيبقى فيه حد خامس بنقرأ إنجيل البركة. أنا آسف لا هو السينيورز. إنجيل البركة، الإنجيل المسيح بارك فيه الخمس خبزات. أقرأ لكم الإنجيل عشان خاطر في نقطة عايز أبينها من إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح 6. ده الإنجيل اللي اتذكر، بس هكمل الباراجراف اللي بعديه. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. من إنجيل يوحنا الإصحاح 6. بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية، وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. فصعد إلى جبل وجلس هناك، وكان الفصح قريبا، فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل، فقال لفيلبس من خبزا ليأكل هؤلاء، وإنما قال هذا ليمتحنوا إنه يزمع أن يفعلوا. فأجابوا فيلبس لا يكفيهم خبز ب200 دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان، هنا غلام رغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ قال لهم يسوع اجعلوا الناس يتكئون، وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، وكان من السدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء، فجمعوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. وأما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده. معايا لغاية كده الإنجيل بتاع القداس. كل مرة أكتر من مرة تيجي المعجزة دي هيجي الموقف ده وراها على طول. ولما كان المساء نزل التلاميذ إلى البحر، فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون إلى عبر البحر، وكان الظلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى بعد. وهاج البحر متهب، فلما كانوا قد جزفوا نحو 25 أو 30 غلوة نظروا يسوع ماشيا على البحر فخافوا، فقال لهم أنا هو لا تخافوا. فرادوا أن يقبلوه في السفينة، والوقت صارت السفينة الأقدر اللي كانوا ذاهبين إليها، والمجد لله دائما أبديا. المعجزة الأولى مفهومة، إزاي اللي عندنا قليل وإزاي ربنا بيبارك، وإزاي إن هو بياخد القليل اللي عندنا وبيكفي. وزي ما دايما بقول لكم كل واحد فينا لو بص في حياته هيلاقي المعجزة دي اتطبقت مرات كتيرة. مرات كتيرة كان قدامنا مواقف أكبر مننا كنا بنحس إن مش ممكن نعدي فيها، مش ممكن كتير. يعني انسوا دلوقتي، افتكر ارجع لورا الامتحان اللي كنت مش ممكن تعدي فيه وعديت، المعادلة اللي ما كانش ممكن، عديت الشغل اللي ما كانش ممكن تلاقيه ولقيته، البيت اللي كنت بتحلم بيه واشتريته، والعربية، حاجات كتير، والأولاد، حاجات كتير قوي ربنا بارك فيها وعدد. لكن الحقيقة في قصد ان دايما بعد ذكر المعجزة دي تيجي المعجزة دايما بعديها. ان الحياة مش هتكون كلها بالشكل ده، مش كلها هتكون معجزة
وربنا هيبارك. لا، ده في اوقات المركب هتحصل ايه؟ هتكون في ضلمه، وهتكون الريح ضدك، وهيكون احساس بوحدك. حتى المسيح اللي موجود ما نظروه عملوا ايه؟ قال ايه الانجيل؟ خافوا. يعني حتى المسيح اللي هو قريب جدا منهم هم بيغرقوا لما شافوه. وفي انجيل مرقس يقول خيالا يعني ايه باللغه الشعبيه بتاعت الوقت ده؟ يعني التلاميذ نسيوا كل المعجزات وكل التعليم وكل حاجه، ورجعوا تاني للايه؟ للكالتشر اللي بتقول ان الميه في الضلمه بيبقى فيها. فافتكروا ان المسيح ده اللي هو قبليها في نفس اليوم عمل ايه؟ 5 خبزات سمكتين. فاحنا حياتنا هتكون الاتنين، هتكون اوقات حلوه ربنا بيبارك فيها وحاسين ان احنا متشالين وان القليل اللي عندنا بيكفي. ومش بس بيكفي، ده بيعمل ايه؟ بيفيد وبتساعد كمان ناس تانية. واوقات تانية هتحس ان انت لوحدك في وسط بحر هايج، دنيا ضلمه، ريح ضدك، وانت بتعمل ايه؟ تغرق. مش هتلاقي حد. حتى الناس اللي انت متخيل انهم ممكن يسندوك في اللحظه دي هيكونوا فين؟ بعيد عنك. مفيش حد فيهم هيمد ايده. لكن الحاجه الثابته في الاتنين هي ايه؟ ان ربنا كان فين؟ موجود. كان موجود لما كانت الامور كويسه، كان موجود لما كان في بركه، كان موجود لما الخبز فاض منه ولمينا منه الأفف دي كلها، لما كنت لوحدك، ولما كنت حاسس انك بتغرق، وحاسس انها كانت ضلمه. الحاجه الثابته في الاتنين ان ربنا عايز يقول لك ايه؟ انا موجود معاك. انا الوحيد اللي هبقى معاك طول الوقت. انا الوحيد اللي هبقى معاك طول الوقت. انا لا تخافوا. انا هو. بيطمنا ان هو حاسس بينا لما بنكون محتاجين البركه، وحاسس بينا لما نكون موجودين فين؟ في عز الازمه وفي عز التجربه. انا هو لا تخافوا. على طول على ان في مشكله، الدنيا بتتغير، مفيش مشاكل ما بتنتهيش. لكن اللي هيحط امله ورجائه في شيء غير متغير دايما هيلاقيه ربنا موجود. هو الحاجه اللي احنا عاده ما بنحطهاش في الاول، لكن هو موجود. حطينا الخبز في الاول واكلنا وشبعنا وفرحنا، ولما خبز اتشال وتعبنا، ربنا بيحبك سواء كنت انت كويس او انت وحش، سواء كنت انت غني او كنت انت فقير، سواء كنت وانت ضعيف. هو الشخص الوحيد اللي موجود في الصورة طول الوقت. كتير بندور على الحاجات اللي مش موجودة وناسين الحاجات اللي موجودة طول الوقت. ربنا موجود. لهم أنا هو لا تخافوا. أنا هو لا تخافوا. أمله ورجائه في ربنا مش هيحبط أبدا. لكن اللي أمله في نجاح أو في فرحة هتتغير. مش كل أيامنا هتبقى سهلة. واللي دايما خايف من البحر هيبقى دايما تعبان وزعلان. مش كل أيامنا برضه هتبقى ضلمة، لكن كل أيامنا ربنا هيكون موجود فيها. لو أدركنا ده وأدركناه هنعرف كويس قوي إنه هو سبب الفرحة، وهو اللي بينقذنا من الضيقة. أقول إلهنا كل مجد وكرامة من الآن.